أهلا بيك. أهلا بيك في كورس الشاط الجامعي المتكامل. الكورس ده بصراحة أنا أعلمك حاجة الجامعة بتاعتك نفسها ما علمتكش ده، ولا مستحيل تكون درسته في أي مكان، ومستحيل تكون درست كورس الشاط في أي منطقة، مش موجود غير عندنا احنا بس. بالظبط كده. أعلمك إزاي تشقط بنات في شوية مراحل بس كده. طبعا الحمد لله دنجوان بنات كلها موتة نفسها عليا، ده الطبيعي يعني مش بحب اتكلم في الموضوع ده كتير. المهم، اول حاجة نهتم بيها، وهي بحب اسميها اول مرحلة، وهي مرحلة دخول الاسطورة. ما ينفعش دخلتك الجامعة تكون دخلة عادية كده، لازم يكون دخلتك فيها إثارة، فيها فخر وعزة. ما ينفعش تكون داخل المحاضرة وانت معاك الكتب بتاعك والأقلام والكشاكيل والحاجات دي، يعني أكيد لأ. أكيد تدخل بكوباية قهوة، ويا ريت تكون قهوة بلاك من اللي هي السمرة دي. حتى لو ما معكش فلوس تجيب قهوة، ممكن تجيب شوية مية وتحط عليهم حبر، أي حاجة تخلي لونها أسود، مش لازم تشرب، المهم يكون في إيدك قهوة. تدخل المحاضرة ما بتسلمش على حد، ما بتبصش لحد، انت داخل تقعد في الصف الأول. ما دايما بيبقى الصف الأول غالبا بيبقى فاضي، فتقعد لوحدك ولو لقيت الصف الأول مليان تجيب كرسي وتقعد عليه لوحدك قدامه، وما تبصش لأي حد ولا تدي اهتمام لأي حد. من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في لحظة الدخول، اللي هي دخول المحاضرة والحاجات دي برضو، ان انت صحيح داخل المحاضرة وايدك فاضية، ما فيهاش كتب، ما فيهاش اي حاجة، ولكن دماغك مش فاضية، دماغك مليانة. ودي كانت اول مرحلة معانا، وهي مرحلة دخول الاسطورة. المرحلة التانية بحب اسميها مرحلة لغة الجسد. دايما يكون في اي كونتاكت، عينك دايما مش مركزة مع حاجة واحدة. الناس بتفكر كلمة اي كونتاكت يعني انك باصص في عين الشخص اللي قدامك، وده شيء غلط جدا، غلط جدا. انت كاريزما، انت اعلى من كده. عين واحدة تكون باصة للشخص، والعين التانية تكون باصة على كل الناس الموجودة. ما ينفعش تكون باصص دايركت للشخص اللي انت واقف بتكلمه، حتى لو صاحبك، حتى لو مين باللازم. انا عايز البنت تشوفك تلاقيك كده محول، ولو هي مش شرقية ممكن تقول لك هو في ايه. دي كانت المرحلة التانية، وهي مرحلة لغة الجسد. المرحلة الثالثة وهي المرحلة اللي أحب أسميها العطر. العطر ده له جاذبية غالية، حتى لو ما معكش فلوس تجيب عطر غالي، ممكن تجيب عطر عادي معفن اللي هو المضروب أبو 50 جنيه ده. العطر ده عايزك تحط منه كمية كتير فشخ، وتعدي من قدام أي بنت. بس حط كمية عطر كبيرة وعدي من قدام أي بنت. البنت هتشم ريحة العطر بتاعك. ايه اللي هيحصل لما تشم ريحة العطر بتاعك؟ ادخل على حساب البنت ده على الفيسبوك او انستجرام، واتفرج على اللي هتنزله. هتقول في واحد عدى من جنبي كان حاطط ريحة بنت مرة. المرحلة الرابعة معانا، وهي مرحلة الظهور في الأوقات الحرجة. يعني ما تظهرش وقت الراحة، ما تظهرش وقت البريك، ما تظهرش وقت الشمس ساطعة والقمر مضيء والحاجات دي. عايزك تظهر في الضلمة، لما النور يفصل، لما الدنيا تمطر، تكون لابس جاكيت اسود، وتظهر مثلا لما النت يفصل، وتكون انت الواي فاي العاطفي. المرحلة الرابعة معانا مرحلة الظهور في اللحظات الحرجة. المرحلة الخامسة معانا، وهي مرحلة أول كلمة. أحب أسميها مرحلة ضربة البداية. في ضربة البداية ما ينفعش تدخل دخلة عادية. أول حاجة لازم تكون بتروح الجيم، ده أساسي، لازم تكون بتروح الجيم. مش لازم يكون عندك عضلات. لحد سمع كان في كرتون قديم
كان اسمه باباي ولا حاجه زي كده. كان عنده عضلات كبيره في ايده، اهم حاجه يكون عضله ايدك كبيره، زي ما بيقولوا عنها الناس اللي حافظه كل حاجه بالانجليزي، البايو تراي. برضه لازم تكون حافظ كلمتين انجليزي كده برضه، عشان ايه؟ لزوم الروشنه بس. اول ما تيجي تنادي عليها بنفس الطريقه دي كده، هتديها جنب، ما تبصلهاش، يعني ما تروحش تقول لها لو سمحت انت ضيعت كل حاجه بنعملها وضيعت كل المراحل اللي احنا بنبنيها. هتديها جنب كده، مش هتبص لها دايركت، تديها كده، تبص كده وتعمل بايدك زي ما انا بعمل بالظبط كده. هي واقفه هنا، هتنادي عليها كده، هي بقول لك انت هناك. تاني عشان نتعلم مع بعض. مفيش اي حاجه، احنا بنتعلم، ما فيهاش اي مشكله، بنتعلم، ما تزعلش، دي مش حاجه تعيبك. تاني، هي بقول لك انت هناك. بوم بوم، قنبله انفجرت في المكان. خلاص يا معلم، دي بقت مراتك، انتهت. هتجيلك تقول لك في ايه، لو هي من القاهره او حاجه تقول لك شير في ايه، او اهلا ازيك، اي حاجه من الحاجات دي. لو هي من الصعيد تقول لك فيها يا بالعام، ده لو هي من الصعيد. او في ايه يا بوي، جبنا نستون لو انت بتكلمها في الجيزه لو هي من الصعيد وساكنه في الجيزه يعني. ولو هي من الشرقيه ولا حاجه تقول لك فيه ايه. كل ده طبيعي جدا. عايزك تتعامل مع الموضوع بكل شفافيه، وكل واحد له الطيب اللي هو بيحبه يعني، او الطيب اللي ممكن يتعايش معاه. اول ما تجيلك هتقول لها بنفس الطريقه دي كده، هو انا شفتك فين قبل كده؟ هتقول لك مش عارفه والله. قول لها انا شفتك في حته قبل كده، بس كنت لابسه لبس مختلف غير اللبس ده. بس يا معلم، بوم، قنبله وانفجرت في المكان. انت تقول لها انا شفتك في حته قبل كده وكنت لابسه لبس مختلف غير ده، هي بقى تفتكر كل الحاجات اللي هي كانت بتلبسها وكده، وانت سيبها بقى مع نفسها، والكلام هيجيب بعضه بعدين. في المراحل اللي جايه هعلمك هنعمل ايه. المرحله رقم 6 معانا، وهي مرحله الغموض الممنهج. ازاي؟ اي سؤال هيتسألك، اي حاجه، انت مين؟ معرفش. انا معرفش انا مين. بتدرس ايه؟ معرفش، مش مهتم بالدراسه، انا كده مش مهتم بالدراسه. دراسه. بتذاكر فين طيب، او وصلت لايه، ولا بتعمل ايه؟ معرفش، مش مهتم، معرفش. اي سؤال هيتسألك هتعمل انك مش مهتم ومش عارف ومش اخد بالك، يعني كل ده بالنسبه لك حاجه تافهه. لكن وانت بتسأل السؤال هتبين قد ايه ان انت مش مهتم وانت بتسأل السؤال، وتضحك وانت بتسأل السؤال، اللي هو انت قلت لي اسمك ايه؟ صفية. صفية. تخيل اسمها صفية بجد. هي لو قالت لك اسمها ايا كان هتضحك، يعني انت تسألها عن اسمها وتقول لها قلت لي اسمك ايه كذا وتضحك، فانت تعرفها ان انت عارف ان انت بتسأل السؤال ده عشان بتملى كلام بس وبتسلي وقتك، مش مهتم ابدا باسمها ايه. ودي مرحلة الغموض الممنهج. المرحلة رقم 7 معانا، وهي مرحلة الفرز الجماعي. يعني اقعد في شلة فيها بنات وولاد، وبعد كده افتح موضوع محدش مهتم بيه خالص نهائي، محدش مهتم بالموضوع ده. زي مثلا مشاكل البطاريق في القطب الشمالي وليكن. ابدأ اتكلم عن مشاكل البطاريق في القطب الشمالي، بس تتكلم امتى؟ في اللحظة اللي كله، يعني انا عايزك تقعد على الطرف بعيد عن الناس كلها، يعني انت تبقى قاعد معاهم بس على الطرف لوحدك كده، وكل واحد مندمج في الكلام او مندمج في تليفونه ومش معاك خالص، عايزك تختفي اكنك مش موجود في القعدة. وبعد كده تبدأ تفتح كلام عن مثلا مشاكل البطاريق في القطب الشمالي، وتقعد تتكلم وما تحاولش تلفت انتباه حد وانت بتتكلم عشان يركز معاك، لا، انا عايزك تتكلم بشكل مطلق اكن ده موضوع مهم وكله لازم يسمعه دلوقتي. وتبدأ بقى تتكلم عن مشكلة البطاريق في القطب الشمالي. هتلاقي في ناس اهتمت بالبطاريق في القطب الشمالي. واحدة مثلا وليكن كانت بتلعب في التليفون، سابت تليفونها وبصت لك وبدأت تسمع موضوع البطاريق في القطب الشمالي. هي
هي دي اللي انت تختارها. ليه؟ لانها مش بتسمعك انت، هي بتسمع ده، مش بتسمع ده، بتسمع صوت قلبك. دي مهتمية بيك وبمواضيعك. انت بصراحة لو بتتكلم عن القطب الشمالي فانت راجل. ودي كانت مرحلة الغموض. لا دي مش الغموض الممنهج، دي كانت مرحلة الفرز الجماعي. مرحلة بعد كده بحب اسميها مرحلة التجاهل التكتيكي. يعني ايه التجاهل التكتيكي؟ يعني هتبدأ ولا اكنك شفتها قبل كده ولا اكنك تعرفها. هتبدأ تكلمك على الواتس وحاجات زي كده، تبدأ ترد عليها بعدها ب10 ساعات، اليوم اللي بعده كمان 4 أيام، لكنك مش مهتم تماما إطلاقا ولا أكنك تعرفها. لمدة 3-4 أيام ترد على رسالة وترد بكلمة واحدة اللي هو قشطة، تمام، خلاص ماشي، أبقى أشوف الموضوع ده بعدين، سيب الموضوع ده عليا. حاجات زي كده، ردود مش مفهومة ومش منطقية. قرآن الفجر طلع، الفيديو باظ. وعموما كان في اخر مرحله وهي مرحله الاسطوره. ده البيك، ده اللي هو بقى احنا عمالين نبني كل ده عشان الذروه بتاع القصه اللي انا عمال احكيها، وهي مرحله الاسطوره. في مرحله الاسطوره لازم تكون راجل جامد، انا مش فاكر بصراحه مرحله الاسطوره دي يعني اللي هو ايه. دي مرحله بقى اللي كله هيبدا يبدن منك، هيقولوا ده عيل بضان، تمام، عشان اللي بيعمل كده ده انسان بضان. اوكي، دي الذروه بتاع القصه، وعايزك ترد عليهم برد واحد بس، وهو الرد ده. ساعتها الناس هيقولوا عليك ده عبيط، ده بيقلد فلان عشان فلان جامد، اللي هو انا، اللي هو بيقلدني انا. يقول لك ده بيقلد فلان اللي على اليوتيوب ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا كده كده انا مشهور وكل عارفني، يعني فيديوهاتي بتعدي ال 18 مشاهده. فساعتها مبروك عليك، انت بالنسبه لهم ما بقتش شخص، انت بقيت حاله. ودي حاجة عظيمة فشخ، دي أحسن من الشخص. صدقني، أنت شخص هتبقى مجرد شخص، لكن أنت بقيت حالة الناس ممكن تقلدك بعدين. ولو وصلت للمرحلة دي فمبروك، أنت كده بقيت دنجوان وتقدر تشقط كل بنات الجامعة. كان معاكم يوسف الشوني في كورس الشاطئ الجميل.